يا سيادة الرئيس. الو. ايوه الو نوصل. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ ربنا يكرم عليك. احنا نفسنا نشوفك والله يا فندم، ونقعد نسمع حضرتك ونتكلم معاك ان شاء الله اشوف لكم 3 4 كده تيجوا تقعدوا معايا شويه. يا ريت يا فندم. طب حضرتك يا فندم، حضرتك مع السيسي يا فندم ولا مش معاه؟ ده ما قدامكوش غيره دلوقتي. نعم. ما فيش غير السيسي دلوقتي. طب يا فندم، يعني المرحله اللي جايه انت يعني بنطمن على مصر والاخوان كده خلاص الموضوع انتهى، ولا انت يعني احنا خايفين على اولادنا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا؟ لسه انا حذر جدا في الحكايه دي. من موضوع الاخوان. انا حذر جدا. طب النهارده بريطانيا يا سياده الرئيس اعتبرته. امريكا بتقول مش هنديكوا الطيارات الا لما تدخلوا الاخوان. يعني عاوزين يركعونا. لكن انا ما حاولوا معانا ما ركعش. انا كنت بتربس معاهم تمام. برفض. انا كنت برفض على طول. بس كده قطر يا فندم خلاص كده بتتحاصر كده وخلاص، يعني بريطانيا ضغوط دي طبعا عليهم، طبعا الموضوع بالنسبه لقطر دلوقتي تقلص. كلهم بيدوروا على نفسهم، واحنا ان شاء الله نروح في داهيه. انا ما عنديش ثقه فيهم ابدا. وما دام عندهم قاعده امريكيه، الامريكان خطوهم في جيبهم. يروح الامير يزور امريكا يقعد 3 اسابيع ما يقابلوش. يشوفوش ما يقابلوش. فيشوفوا امريكا قد ايه؟ هم الامريكان كده. دعم الامارات ودعم السعوديه والحاجات دي بيدعمونا، بس لازم نشتغل. مش هيتنوا بيدعمونا على طول واحنا ما بنشتغل. موضوع الممر بتاع قناه السويس بتاعنا المشروع، انا ما بسمع عنه طرطوش كلام، لكن ما عنديش قناعه بيه. قناه السويس اللي عاوز ياخد الضفه الشرقيه كانت الاخوان المسلمين عشان يجيبوا شركات اجنبيه باسبورات يهودي ويتنوهم يبدوا منشات. لما يوصلوا العريش يبقى الله يعوض على فينا ويعوض علينا. تبقى شركات اسرائيليه على طول. باسبور امريكاني لكن من جنسيه اسرائيليه. طب ما تيجي خليج السويس، ما تيجي السخنه. اشمعنى الضفه الثانيه بتاع قناه السويس؟ عشان واسعه ويتنوهم يتوسعوا بالتدريج يتوسعوا، وكلها هتبقى باسبورات اجنبيه. كلهم يهود بس باسبور امريكاني، يهودي باسبور انجليزي. وبعدين بص هنا ضعنا، هتروح مننا. حمدين صباحي ده ما فيش فايده منه وما ينفعش. ازاي يبقى رئيس؟ بس انا هتجنن. يعني يا ريته زي عبد الناصر، لكن التجربه مش كويسه. لا سيبك من عبد الناصر ده، بس كلام مزيكا بيتمحكوا فيه. طبعا عبد الناصر ما كان ماسكها بايد الحديد ولفتح بقه السجن، بيتمحكوا في عبد الناصر. ويصحى حبيبنا عبد الناصر يمشي معاه، لكن لما يمسك هيشوف الناس بتشلوه. هو في ناس كده على طول. تعرف يا فندم، هقول لحضرتك على حاجه غريبه. في ناس كتيره جدا عملت توكيلات لحضرتك والجمال مبارك عشان يترشحوا في انتخابات الرئاسه. انا خلاص تعبت يا فندم. خلاص. هقول لك حاجه، انا بشتغل بقالي 62 سنه، 30 سنه حروب و30 سنه برد في البلد. وبصراحه كان عندك راجل اسمه حبيب العدلي، الراجل ده مسك البلد ماسكه من حديد، الامن بتاعها. طبعا مسك بلد من الحديد، لكن دلوقتي مين؟ كل واحد بيدور على نفسه، وان شاء الله تروح البلد في داهيه ما يقدرش حاجه. بس انا كده هنتخب السيسي عشان انت نصحتني، انت قلت لي السيسي. لا، انتخب السيسي احسن انتخاب. هو السيسي الوحيد اللي موجود على المسرح واصبح واحد. ربنا ينعم عليك بالصحه كده يا رب دايما، نسمع صوتك على خير دايما، ونشوفك يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا سيدي. شكرا يا سياده الرئيس، ربنا يطمنا عليك دايما يا فندم. الله يسلمك. مع الف سلامه.